لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تعالوا نتعرف على سيارة الفنان الجزائري الراحل محمد الطاهر الفرقاني. محمد الطاهر الفرقاني 9 مايو 1928 في قسطنطينة، 7 ديسمبر 2016 في باريس. مغني وملحن وموسيقار جزائري، سلطان المألوف القسطنطيني. يعتبر عميد الموسيقى الأندلسية المعروفة باسم المألوف. تعالوا نتعرف على سيارته القديمة التي لفتت الأنظار بجمالها وروعتها. ويعتبر الفنان القدير محمد الطاهر الفرقاني هو الفنان الجميل والذي سطر حروف من ذهب في جيله فارق الحياة. وحين شاهدوا سيارته القديمة لفتت الأنظار بجمالها وروعتها. وينحدر محمد الطاهر الفرقاني من أسرة فنية، حيث كان والدها الشيخ حمو مطربا معروفا وملحنا وعازفا في طابع الحوزة. وبنى محمد الطاهر ائتمان الطراز الفني الشائع في مسقط رأسه قسطنطينة قبل أن يتتابع خطوط أبيه بداية من سن 18 ليهب حياته للموسيقى. استهل الفنان مشواره بالعزف على الني قبل أن ينضم إلى جمعية طلوع الفجر ليتعلم فيها مبادئ الطرب الشرقي، فكان يؤدي بفضل صوته الدافئ والقوة قاصدة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ببراعة فائقة. وفي 1951 بعناية حاز على الجائزة الأولى في مسابقة موسيقى ليسجل بعدها ألبومه الأول، فرض نفسه به كمطرب شعبي وأستاذ في طبع المألوف. ويعتبر اليوم بالحاج محمد الطاهر فرقاني كمعلم من معلم المألوف بفضل أدائه الخارق، حيث يتميز بفضل صوته حسب المختصين بقدراته على أداء أغنية على 4 مجموعات من 8 وحدات، واكتفى على أداء الغناية التقليدية بطريقة متزامنة يسحر بها الجمهور الواسع والعريض. وتميز الحاج الطاهر بحسه الموسيقي المرهف وعبقريته الفريدة في الارتجال وثراء أسلوبه وإبداعه في العزف على الكمان، مما صباه مدرسة في فن المألوف لأكثر من نصف قرن. يسعى كل من ابنيه مراد وسليم إلى ضمان أسرتهما، وقد حصد الحاج فرقاني العديد من الجوائز وحظى بالتشريف على الصعيدين الوطني ودوري، ويبقى يمثل إحدى أعظم مرجعيات الموسيقى الجزائرية الأصيلة. سيارته التي لفتت الأنظار بجمالها وروعتها والسيارة القديمة تقدر بثمن باهظ. سيارة الفنان المعروف الراحل محمد الطاهر الفرقاني. اسم الولادة محمد الطاهر. الميلاد 9 ماي 1928 قسطنطينة الجزائر. الوفاة 7 ديسمبر 2016، 88 سنة. باريس فرنسا. غنوة الجزائر فرنسا 31 ديسمبر 1962. رحم الله الفنان الراحل المحبوب جدا محمد الطاهر وسيارته التي خطفت الأنظار بجمالها وروعتها.